وجل، وستجد كل شيء بين يديك سهل ويسير. تابعوا معي هذه اللقطات التي نتابعها الآن ونشاهدها، وهي عظة وعبرة لنا حقيقة. هي مشاهد ويعني لقطات أنا أحسب أن ستكون لها صدى والأثر في قلوبنا، وذلك وابتداء في أول لقطة من مكة المكرمة، البقعة المباركة التي دائما نذهب ونصلي فيها يعني صلواتنا. هذه اللقطة كما تشاهدون ماذا تعني لكم؟ دائما نسمع الصلاة على الجنازة، صح؟ ليه مش صلينا على واحدة على ثنتين؟ يا من يتابعني الآن تتخيل اللقطة هذه، صلى المسلمون في الحرم المكي الشريف في صلاة المغرب على كم جنازة؟ تتوقعون على كم في هذه اللحظة؟ لا لاحظوها، 30 جنازة يا أخوان، 30 جنازة، فيها الظالم وفيها المظلوم وفيها كذلك الزوجة وفيها الزوج. تجد الزوج اللي ظلم زوجته ألم معه بجانبها يمين أو يسار، قائم يرى زوجته وتذكر أيام ظلمه لها. قد تكون أم مظلومة من ضمن هؤلاء، أو ربما يعني تصفية حسابات بينه وبين أحد. هذا موعد الجنائز. أنا وأنت مد الله في أعمارنا فشاهدنا هذه اللقطات، لكن هؤلاء كلهم ماتوا. أليس هذا واعظا صامتا؟ لا يضيق صدرك على المشاكل وعلى الدنيا، صاحبها وحلها عند المولى عز وجل، لكن تهون المصيبة عليك حينما ترى هذه اللقطات وهذه الصور وهذه الأمثلة التي مد الله في أعمارنا وشاهدناها اليوم. غدا سنكون كل من بكى سيبكى، وكل من نعى سينعى، وكل من حمل سيحمل. لاحظتم هذه اللقطات؟ والله إنها عظة وعبرة لنا بأن لا نظلم أحدا وأن نقوم بحقوقنا. وهذه دعوة لكل من يعني أصبح أبا أو أخا وأوكل له مهمة أخذ أموال وصرف مبالغ أو شيء أو حتى حقوق. يعني رجل يزوج بناته ميت اليوم أمامكم، ماذا سيفعل بناته؟ هل يدعون له؟ بعض الأحيان قد لا يدعو مع الأسف الشديد الأبناء لأبيهم في ظل هذه الأوضاع، وفي هنالك أناس سعداء. هذا الرجل أنا أقول سعيد جدا وأراد الله به خيرا. لاحظوا كيف يصلي الآن، هذه طبعا كاميرا موجودة في المسجد على مدار الساعة. رجل أكيد هذا اللي يصلي عنده مشاكل، فلجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل وسأله، وأرحنا بالصلاة يا بلال، قالها المصطفى عليه الصلاة والسلام. القصة مو بهنا. شوف الرجل هذا ماذا سيكون له. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة، كلنا نتمناها. هذا الرجل يصلي الآن صلاة نافلة غير واجبة عليه، والكاميرا تضبط وتصور وتراقب لكي تنقل لنا الواعظ الصامت لكل من أراد ولكل من ألمت به مصيبة. لا يضيق صدرك ولا تهتم، عندك هذه اللقطة تكفيك. الله عز وجل شوف لاحظ كيف الرجل الآن يأخذ الله روحه، أو الملك يأخذ روحه بأمر الله عز وجل. مات ساجدا، ما استأذن ولا استأذن، صح شيخ جازع، مات ساجدا كما تشاهدون، وكل يبعث شيخ جازع على ما مات عليه. فهذا رجال الخير شيخ جازع. إذا بتعلق علق، أنا راح خذ راحتك. أقول يا إخواني أخوات، سبحان الله الرجل هذا الآن زي ما تشاهدون الآن ما على باله، ربما عنده يمكن أشغال ومشاكل، ودخل المسجد سبحان الله يصلي لله عز وجل، ومع ذلك الموت كان في انتظاره، لكن على خير، على خير. النية وين كانت؟ على نيته وين راح يتوضأ واحد، مشى خطوات إلى بيت الله سبحانه وتعالى، دخل في بيت الله عز وجل وصلى لله عز وجل، فخر ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبعث يوم القيامة ساجدا لله عز وجل. وش تسوى الدنيا يا شيخ جازع والمشاهدون؟ وش تسوى انك تجمع من حطامها وتجمع من فلوسها ومن مالها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ ما قلنا لا، لكن يا اخوان شوف كيف حسن الخاتمة. ياخذ الله امانتك في مسجد وساجد وفي بقعة مباركة، هي من اسعد حقيقة اللحظات لكل مؤمن. فأنا أتمنى هذه اللقطة لا تغيب عنا. الناس جاءوا الآن كما تلاحظون، هذا جاء ويشاهد ما هو عارف وإيش اللي حصل، فبدأ يأتون رجل ساجد. الآن بدأوا يحركون كما تشاهدون، نادوا الأول الثاني الثالث، ثم تأكدوا أن الرجل مات. أنا أقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يعني الشيخ جازع أتوقع المؤمنون والصالحون لا يخافون من الله، صح؟ الله أكبر، يفرحون بلقاء الله عز وجل. نعم ما في شك. حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. لكن نتمنى حقيقة أن تكون هذه اللقطة هي عبرة وعظة لنا دائما وأبدا، وهذه دعوة لكل من ابتلي، ولكل من تأخرت في زواج، ولكل من كانت يعني من عنده ديون، من عنده تأخر الشيخ عن قضية الصلاة الآن. يعني أنت اللي تشاهدنا الآن والتشاهدين الآن يا أختي الكريمة، الآن يعني مات وهو ساجد. يعني تخيل أنت الآن ما تصلي لا سمح الله عز وجل،
اللي جالس 24 ساعة يقلب في البلاك بيري، مشكلتك مع الله عز وجل الحين صار مشكلة صحيح. يعني فكيف يعني وإنسان ترك قضية صلاة؟ هذه اللقطة الشيخ جازع والمشاهدون لاحظوا، سقط سبحان الله، هذا أب أو عفوا جد جاء أبنائه يزورون في الأحفاد يزورون في المسجد، فلما انتهى من صلاته جاء لهم، لاحظ قبل الأول ولمسه بيديه، ما استأذن الموت، ما استأذن، لكن هذا جد واصل وأب واصل. شوف كيف ثم قبل الثاني، شوف كيف الابن يعني يأتي فرحانين بجدهم، لكن الموت لم يستأذن. لاحظ كيف كأن قبلة الوداع سقط الآن ميتا وذهب. يعني ألا تؤثر فيكم هذه اللقطة وهذه الحياة؟ نتمنى حسن الخاتمة، لكن هناك يعني كبار السن يتمنون لقيا أحفادهم شيخ جاسر، منعهم الأبناء مع الأسف الشديد وانقطعت الأسر. لاحظ كيف ما بينهم ثواني يا ناس ثواني، يعني ما استاذن. أنا رسالة للآباء اللي يمنعون أحفادهم الأحفاد عن الأمهات وعن الأجداد. أما اللقطة هذه أنا والله ما أقدر أقول شيء. هذه في إحدى مغاسل الأموات، رجل كبير السن تجاوز 70 أو 80 سنة يموت، لكن أحسن ميتة. لاحظوا أصبع كيف يا أخوان، من تعب ومن مرض ومن مشاكل ألمت به، لكن الله عز وجل ختم له بخير. لاحظتوا كيف رافع السبابة، ما يستطيعون يخفضونها شيخ جازع، ولا يستطيعون يفتحون الأصابع الثانية، خلاص ثبتت على هذه فغسل وكفن وسيدخل القبر، بل دخل القبر الآن وذهب. ومن كان آخر كلام من الدنيا شهادة لا إله إلا الله دخل الجنة. أليس هذا يا أخوان يعني عبرة وعظة؟ أما هذه عاد فهي في أشرف بقعة بعد المكة، الروضة الشريفة في الحرم النبوي الشريف، يموت هذا الرجل ساجدا في المدينة كما تلاحظونها الآن وكما تشاهدونها. أليست حسن خاتمة؟ أليس عنده مشاكل هذا لكنه سجد؟ يعني أنا أقول كل مشاكل وكل مصائب ستذهب. لاحظوا اللقطة كيف معي مؤثرة جدا لا بعد حد. نسأل الله عز وجل أن يحسن الخاتمة. أترك تعليق لك شيخ جازع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن الختام. من عمل صالحا في الآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فنحيينه حياة طيبة. لذلك الله عز وجل قال يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله يثبتنا وإياكم يا إخواني أخوات على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظنا الآن مقاطع والصور اللي كيف الموت جاء الناس وهم ساجدين على طاعة الله سبحانه وتعالى. كلنا نتمنى الميتة هذه أنه يموت وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. لعل الإنسان من الآن هذه اللحظة الآن يستفيق الحياة الآن، يعرف أن هذا الواعظ يأتي فجأة، لو يحل مشاكل مع من يعني أساءله. في أزواج يتابون يسمحوا لي ما ينفقون على زوجاتهم، يظلمونهم يضايقونهم. أليست هذه الصورة شيخ جازع يعني واعظة لهم؟ في ناس طلق زوجته وتركها هي وأولاده وكأنه ما يعرفهم ولن يسأل عنهم يوم القيامة. هذا من الظلم. لا ينفق ولا يسأل عن أولاده عن أي أحد، بل تزوج زوجة ثانية وكأنه لن يسأل عن هذه الزوجة ولا عن أولادها ولا النفقة عليهم. يعني هذا كيف أنا أتعجب لبعض الناس كيف ينسى هذه اللحظة الحقيقية، كيف يحمل على أخوه المسلم، كيف يحقد على جاره، كيف يحقد على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يعرف، كلنا نعرف أنه سوف يفارق هذه الحياة الدنيا. فإذا أيها الإخوة أيها الأخوات، هذا الواعظ نحرك من داخل. أنت أيها الزوج الآن بعد هذه الحلقة أرفع سماعة الهاتف على الوالد على الوالدة على زوجتك. الزوجة الآن أرفع سماعة، إذا كنت بينكم خلاف من أمس ومن شهر وأنت عند أهلك أرفع السماعة الآن على الزوج. خلي قلبك تكون نظيفة على أشياء تافهة ما ترضي الله عز وجل. فنقول أرفع سماعة الهاتف، اتصل على الزوج، اتصل على الزوج، هو يتصل على الزوج. الولد اللي قاطع أبوه، كم من ابن أنزل دمعة هذا الأب وعق هذا الأب، وكم من فتاة. نقول الآن قبل أن يأتينا الموت والإنسان قاعد جالس في قلبه من حقد ومن حسد على الناس. نسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولهم الختام وجميع المسلمين رب العالمين. لكن تبقى يا شيخ تلك